نيمار وقع عقداً ضخماً مع الهلال السعودي بقيمة 300 مليون دولار لمدة موسمين، أي ما يعادل 150 مليون دولار سنوياً. لكن بسبب الإصابة لم يشارك سوى في 7 مباريات رسمية، ثم يتم فسخ عقده أخيراً، مما يعني أن كل مباراة لعبها كلفت النادي أكثر من 42 مليون دولار، أي حوالي 130 مليون دينار تونسي للمباراة الواحدة. تخيل لو أن هذا المبلغ استثمر في تونس، ماذا يمكننا أن نفعل به؟ يمكننا شراء 150 ألف شقة، أي ما يعادل 56% من المساكن في العاصمة، بالإضافة إلى 5000 فيلا. يمكننا أيضاً اقتناء 150 ألف سيارة شعبية، وشراء كل سيارات التاكسي في البلاد، والتي يصل عددها إلى 32 ألف سيارة. ليس هذا فقط، بل يمكننا أيضاً إضافة 1000 حافلة جديدة للنقل العام، وبناء 1000 مدرسة حديثة، ما سيحدث نقلة نوعية في التعليم. أما في مجال الطاقة، فبإمكاننا تزويد 2,000,000 منزل بالألواح الشمسية، أي ما يعادل 60% من إجمالي المساكن في تونس، مما سيحدث ثورة في الطاقة المتجددة. كل هذا فقط من قيمة عقد نيمار الذي لم يلعب سوى 7 مباريات. غريب، أليس كذلك؟